بيلطم من اول السطر، بيلطم من اول 25 يناير 2011. ايوه كفايه، عايزين نفعل، عايزين نعمل. انا كنت في الميدان من يوم 28 يناير 2011، فانا طبعا قلبا وقالبا مع الثوره ورفض حاجات كتير جدا من اللي بتحصل دلوقتي، لكن هقعد الطم؟ لا، انا عايزه افعل، عايزه انزل اعمل حاجه. الناس دي بقى بتلطم ليل نهار، بتعيد وتزيد في المشكله اللي حصلت، عندها امساك، ظهرها بيوجعها من تحت، بتحب تاكل ملح، الشمس بتضايقها، مخاليق ليليه. حتى تلاقيهم على شبكات التواصل زي تويتر وزي فيسبوك بعد الساعه 12 بالليل يسهروا لغايه الصبح، مخلوقات ليليه ما هماش كوميونيكاتيف قوي، يدوروا دايما على السيء او الجزء الفاضي من الكوبايه عشان يعيدوا ويزيدوا فيه. ده بنديهم ايه؟ دواء هوميوباثي، يعني تجانسي متحضر بالتخفيف المستمر والرج او مش الرج، الدقه عشان نطلع الطاقه الكامنه جواه من ملح الطعام. والملح في الثقافات القديمه هو معبر عن الحزن، عشان كده لما حد يبقى حزين ويعيط نقول ايه؟ دموعه ملح. صح؟ دموع ملح قوي على قد الحزن. فالناس اللي بتعيد وتزيد دي نفسي ادي مصر نتمر، عشان كفايه كده، عشان كفايه اعاده وافاضه وازاده في النكد. وهكذا احنا بنفكر كده. مثلا واحد في ازمه بيجيله رغبات انتحاريه ويحس ان هو تقيل ومش عايز يعمل حاجه، في نفس الوقت عنده هاي ستاندرد، يعني عنده حضور عالي للمبادئ والفضيله، وشايف كل حاجه في النهايه العاليه قوي، ولكنه عنده رغبات انتحاريه وحاسس انه تقيل ومش قادر يتحرك وكل حاجه بالنسبه له تقيله قوي، والنور الساطع يزغلل عينيه قوي ما يستحملوش. لكن لما تقعدي معاه تتشدي له، تحسي انه سامي نوبل، في حاجه، تحسي انه هو شخص نبيل. عنده فضيله ده بنديله دواء متحضر من الذهب، اورم، رغبات انتحاريه، تقل، الحاجات اللي عكس اللي فيها نقص فضيله شويه تجننه وتزعله، وهكذا. ففي امور كتيره جدا جدا لعلاج الازمات ومساعده الناس لتخطي الازمات، لكن ما اقدرش احطها كلها في ايد متخصص. انا دايما بقول هو كرسي بثلاث رجلين، متخصص ومريض او معاني من ازمه معينه وطبيب. اي رجل تقع الكرسي مش هيقف، لازم المريض يعمل دوره. المريض عمره ما هيعمل دوره غير لو فهم ان في حاجه في ايده. ايوه في حاجه في ايدك. وعشان كده الناس في اتنين عاملين نفس العمليه او اتنين عندهم نفس المرض مش بيخفوا في نفس المده او مش بيخفوا بنفس الطريقه، لان الطاقه الحيه اللي جوايا هي اللي بتحدد قد ايه انا قويه، قد ايه انا عندي قوه تحمل، قد ايه انا اقدر اعدي من حاجه معينه. وزي ما الخوف هو سيد المشاعر السلبه، الحب هو سيد المشاعر الايجابيه. لو بحب نفسي، بحب اللي حواليا، بحب الحياه، بحب دنيتي، هبقى اقوى، هبقى اسرع. ولو بحب نفسي هقدر اعترف باخطائي، واول بدايه الحل لاي حاجه في الدنيا الاعتراف بالخطأ، ان انا هشوفها واكون بالشجاعه دي حتى بيني وبين نفسي ان انا اقول لا انا غلطانه. هحل مشكله انا مش شايفاها ازاي طبعا. انا لازم اشوف المشكله واعترف بدوري فيها. لو ما اعترفتش بدوري فيها يبقى الحل عند حضرتك، يبقى انا مش هعرف احل، لان انا عمري ما هعرف اجبرك تحلي حاجه. لازم يبقى في جزء من المشكله موجوده عندي انا عشان اعرف احله، وده عمره ما هيجي من الخوف، هيجي من الحب. وعشان كده كلنا اول ما اقول لحضرتك عملتي كذا كذا تقولي لي ايه؟ اصل. وانا اول ما حد يبتدي جمله باصل بسد وداني ما بسمعش الباقي، عشان الجمله اللي اولها اصل اخرها ايه؟ معلش. معلش. وهي دي الآفة بتاعتنا اللي عايزين نبطلها. فكل واحد بقى فينا كده يقوم ويشوف هو هيفعل دوره في الحياة في مصر اللي أصبحت بالنسبة له أزمة، هيفعل دوره في الأزمة إزاي وهيعمل إيه عشان يحل. فعل دورك، حس بقيمتك، حب نفسك، خلي عندك هنا في المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، إن في الجسد مضغة، والرسول عليه السلام أشار لقلبه. وكل الديانات بتقول كده، سماويه او غير سماويه، البوذيين بيقولوا كده، الهندوسيين بيقولوا كده، المسيحيين بيقولوا كده، اليهود بيقولوا كده، هو القلب. افرد ظهرك كده ونزل كتافك وابتسم وحب نفسك، واقعد فكر لو سمحت 3 دقايق قول لي هتفعل دورك في حل ازمه مصر ازاي. كله هينفع، مفيش حد دوره قليل. لا لو 90 مليون فكروا يحلوا كله هينفع، ده يحلوا الكره الارضيه كلها. كفايه كلام، بس هي عايزه احل. تمام.
عوزي زي ما حضرتك عايزه وفعالي زي ما حضرتك عايزه، مش حقيقي. وكأنك بتحفري في ميه عارفه حضرتك. مش حقيقي ليه؟ عارفه مش حقيقي ليه؟ انا بقى هنا اشتغل بالعاطفي خلي بالك، بالحب. انا بتكلم، ده مش ده معناه مش رايك، ده راي ناس كتير جدا. بالظبط. طيب انا عايزه اقول لك حاجه، احنا عشنا قد ايه من غير امن؟ هتقولي لي في حوادث، لا زالت نسبه الجريمه اقل من بلاد كتير فيها امن كتير جدا وممتاز جدا. انا هنسى مره، سوري بدون قطع كلامك، جم ناس في عز ما كان في هنا مش الامن، مفيش امن، اللي هو كان لسه في اللي بتوع اسمها ايه اللي كانوا مسمينها ايه، الشعبيه، ايه اللجان الشعبيه. اللجان الشعبيه. احنا ما سمعناش الكلام ده قبل كده، لكن ماشي، اللجان الشعبيه جم من بره، فبقول لهم يعني انتوا ازاي جيتوا في الايام دي وكده؟ كانوا جايين من فرنسا، قالوا تصدقوا بالله احنا لو فرنسا عدت يوم واحد 24 ساعة باللي عدت مصر بيه بقالكوا شهر، كان زمان فرنسا مش على الخريطة يا جماعة. يعني البلد دي هايلة. طب هو بتردي على نفسك اهو. ما انا لا انا برد، ما انا قعدنا قد ايه من غير امن؟ ده احلى شعب في الارض، دي ارض مقدسة ومباركة، كل الانبياء جوها واستخبوا فيها. عيسى عليه السلام استخبى عندنا، موسى عليه السلام انقذ عندنا، يوسف عليه السلام انقذ عندنا. دي ارض مقدسه ومباركه في كل المسيحيين، طبعا المسيحيه مكتوب فيها الكلام ده كويس قوي، واحنا كمان ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. دي ارض مباركه واحلى شعب في الارض. هو في شعب يعيش من غير امن يا جماعه؟ ما نتدبحش، ناس جعانه وجهله ومسيره وهي مغيبه، وده بقى يعني ده اكبر جريمه حصلت في الشعب المصري، هو تجهيل الشعب. لان اللي حضرتك ما شفتيوش اكيد لما كنت بشتغل في مدارس شفته، الفصل في ابتدائي فيه 126 تلميذ، 126 تلميذ انا شفتها بعناية في مدارس الحكومه يتعلموا ازاي. شعب مجهل، اتمرض وما بيتعالجش، مش لاقي ياكل، ومع كده ما قامش عليكي اكلك وقتلك. مش احنا نوعيه الشعب ده، عشان احنا احلى شعب في الارض. تقولي ما تفائلش، تقولي ما احبش البلد دي، لا لا تقولي لا ابص وما اشوفش ان بكره احلى. ما هو بقى ده اختيار، اللي عايز يشوف بكره احلى هيشوفه احلى، اللي عايز يشوفه اوحش ويقعد يلعن ويسب في الايام والظروف، خلاص بقى جود لك براحته. ابعد عني بس ابعد عني. انا يا سيدي عايزه اعيش، اللي عايش بره طب ما شاء الله عايش بره، طب زعلان ليه؟ طب ده احنا اللي مطحونين هنا كل يوم. بس هم بيزعلوا على بلدهم يعني. هو عايش يعني، الناس اللي بتبقى عايشه بره بتبقى حزينه على البلد، بتبقى دايما عايشه بره الاسباب ايا كانت، باختياره او لشغل او وات ايفر ايه، بس في نفس الوقت بيبص على بلده دي ما يجرالهاش حاجه. ما في تجربه جميله، انا مش بتاعه مش متخصصه في هذا المجال، بس اتمنى ان الناس المتخصصين يقروا كده، واي حد ممكن يقرا عن بوجوتا. بوجوتا دي عاصمه حاجه في ساوث امريكا اسمها ايه، كولومبيا. كانوا اسوأ مننا لغايه ما جه واحد مره محافظ لبوجوتا ده، وطبعا عمل حلول للمدينه بطريقه فنيه وتعبيريه. وطبعا للاسف الشديد احنا في مرحله قد يقول البعض ان الفن حرام، لكن الراجل حل المشكله دي عن طريق الفن. جاب الناس بتوع البانتومايم يقفوا في الشارع ويكلموا الناس بطريقه البانتومايم، اللي هو اللي بيعملوا الحركات، عشان الناس اللي مش عارفه يعني ايه بانتومايم تعرف تمثيل الحركي الصامت ده. فيوجهوهم ان هم ما يرموش زباله في الارض، فيوجهوهم ان هم ما يرسموش على الحيطان في المدارس والجامعات بطريقه مخربه، فيوجهوهم ان هم ما يكسروش حاجه من الاتوبيسات العامه. البلد دي مش هتتقدم قدام في المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي من غير تنميه بشريه، من غير ما نعلم الفرد ان انت لك قيمه، ان انت لك دور، ان انت دورك مهم. كل واحد فينا مهما بقى صغير مهم. الست اللي واقفه في التواليت في اي اوتيل او في مطار، اللي بتديكي، اللي اصبحت مستنيه تديكي ورقه تواليت عشان تاخد بقشيش بدل ما تنظف او تعمل، اللي قاعده ما فيش عندها حفاظ على مظهر، اي مظهر خارجي، حاجات كتيره قوي صغيره. ومش عايزه انتقد عشان في ناس زالت بتسمع الانتقاد ده معناها ان انا بأصغر منه. انا لا اصغر، انا ماسكه مرايه بقول لك شوفي العيوب اللي فيكي عشان تعرفي تغيريها. المصري الشهم الجدع الكريم اللي بيخدم غيره راح فين؟ النهارده لما عجلت عربيتي بتبوظ بلاقي
30 حد واقف يساعدني ببقى زي عايزه اشتري زمان. عربيه تانية، عايزه ارميها اساسا. طب هقول لك بقى، محدش هقول لك بيوافق. سر، انا بلاقي الناس تساعدني لسه لان انا مقتنعه بده. انا ما بمشيش اشتم والعن الايام والظروف واخلاق الناس، انا مديهم العذر، شايفه ان هم احسن بكتير مما كان ممكن يكونوا تحت كل الظروف القهريه لا لا، هم عباقرة المستمره الى المصريين، الان، عباقرة المستمره الى الان تحت صحيح. هذه الظروف القهريه. الناس كان لازم تبقى اسوأ من كده بكتير تحت هذه الظروف التجهيليه مظبوط. الممرضه. الناس مريضه عشان مش لاقيه ميه نظيفه تشربها. انا مديهم العذر وعندي امل وثقه فيهم، وهو ده بيتهيألي اللي مخلي حياتي ماشيه كويس. امال عايزين يكتئب كمان؟ يا دكتورة هناء ربنا يعوضنا خير باذن الله والله. انا متاكد. لا يعني لا شك طبعا احنا يعني يعني صدقيني كلامك كله بيدي طاقة إيجابية. يا رب يبقى صح. لا لا، وهو صح طبعا، لا مفيش كلام، بس لازم يفعل. يعني هو صح بس اعمله. مش همشي بخاخه في الشارع ابخ على الناس دواء طاقه عشان يتغيروا. بالظبط يا سيدي، فعل دورك في الدنيا. لك أهمية مهما افتكرت ان دورك صغير، لك أهمية، لك أهمية، دورك مهم. الناس اللي متضايقة انها مش لاقية شغل، نتطوع نعمل حاجة تطوعية لغاية ما يجي لنا شغل، بدل ما اقعد على القهوة. أنا بقول اللي عايز يشتغل بيعرف يشتغل وبيلاقي شغل. اللي عايز يشتغل صحيح هو في طبعا بطاله وفي بتاع، بس صدقيني لو احنا عندنا بطاله مثلا ليتس سي مثلا 40 مليون واحد باطل عنده بطاله، صدقيني هم اصولهم كانوا ممكن يبقوا 15. في 25 مش عايزين يشتغلوا، متجاهلين، يصعب عليهم ان هم يشتغلوا. اي حد اقول له انت بتشتغل يقول لي لا ما هو انا اساسا بكالوريوس تجاره، بس انا طب وليه انت متضايق من ايه؟ ولا حتى تبقى دكتور بتشتغل حاجه. على فكره في دكاتره بيشتغلوا جرسونات انا قابلتهم بنفسي. انما هي الفكره هي تفعيل اهميتي في المجتمع. صحيح. مهما كان دوري صغير. صحيح. دكتوره هناء الوقت بيخلص معاكي بسرعه. ميرسي جدا على الفقره الجميله دي، ولازم تتكرر تاني قريب جدا ان شاء الله، ونتكلم في موضوع تاني مهم يقوم شعب مصر تاني بقدر الامكان. يا رب يبقى في اي حد استفاد اي حاجه مننا. طبعا دكتوره هناء بنشكرك جدا، وهننتقل لفاصل ونرجع مع دكتوره رضوى السعيد. انتظرونا.